عبد المجيد تبون أبو كذيبة رئيس الجمهورية هو من أمر بمنع عبد الرزاق مقري من السفر. هذا ما جاءنا من أخبار من جهاز الأمن الجزائري، من المديرية العامة للأمن الوطني من البوليسية، يقولوا باللي مقري كما قلت البارح أنه مشى للمخابرات عند ناصر الجن وجماعته ويقول لهم أنا نمشي للدوحة باش نمشي لكوالالمبور، نحبس في الدوحة نشوف اسماعيل هنيه وكش ما عندكم رساله تبلغوها له. الاخرى زعما لاعبين يديروا دبلوماسيه، قالوا يروح قلوا الجزائر وكذا ومنا وهذه 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 وهذه. تسمى شغل هو راح يربط علاقه ما بين المخابرات واسماعيل هنيه. العلاقه كانت موجوده من بكري، المخابرات هي اللي كانت تشرف على الملف الفلسطيني، ماشي جهه اخرى اللي كانت تشرف على الملف الفلسطيني اللي كانت تصرف جوازات السفر. وجهاز الامن الجزائري اللي كان يمضي باش فلسطين يدخل الجزائر، لانه فلسطين عندهم جواز سفر جزائري ولكن فيه يبدا بالزيرو من القدام، من رقم تاسيس يبدا بالصفر باش هذاك في شرط الحدود يعرفوا اللي راهو داخل راهو ماهو جزائري. وبالتالي باش من الناحيه الامنيه يلزموا يخبر الفصيل اللي تابع له، والفصيل اللي تابع له يبعث الجهاز الامن الجزائري وجهاز الامن يمضي له. انا كنت في وقتي كنت انا اللي نمضي لفلسطين باش يدخلوا لا باش يخرجوا، ويحصل لي اكثر من مره لما الفصيل ما كان جبهه الشعبيه او جبهه الديمقراطيه او جبهه التحرير الفلسطيني ولا فتح ولا ما يبعثوه لناش باش نمضيو لهذاك المال الفلسطيني باش يدخل. كي يلحق الحدود في لاباف يشوفوا ما كاش اسمه. قسما بالله 10 تاع الليل 11 تاع الليل تليفون يولي للدار من لاباف، نتنقل حتى للمطار لان يلزمني نمشي نشوف، ما نقدرش نقول له ايه خليه يدخل ناخذ المسؤوليه، لا يلزمني نمشي للمطار باش ما يباتش في المطار هذاك الشخص هذاك. نمشي للمطار ونشوف الجواز تاعو ونتعرف عليه من اين فصيل وكيفاش وعلاش ما خبرش وعلاش ما. ومن بعد باش يدخل ولا واحد نخلي خطره واحد سمعت به بات. والنهار هذاك كان ابو اياد كان جا الجزائر وكنت انا مشت نستناه في المطار، وسمعت جاني واحد من لاباف قال لي سي هشام لو كان فلسطيني بايت في المطار لهنا لانه ما كاش اللي يمضيو، واللي البوليسيه اللي كانوا اللي ما عندهمش تليفون ديالي لانه حاب التليفون عيط لي للدار، انا عاطي التليفون تاع داري لاباف باش ما كاين فلسطيني. ايه نصبت تابع الجماعه تاع عون اللي كان ملحق عسكري زعما وبختو وقدام ابويات وخلى الراجل يبات برا. علاش تخليه يبات؟ لانه اللي تاعكم هما ثاني عندهم كي واحد يتابع له وكذا منا يجريو باش يدخل، ما واحد عادي فلسطيني عادي لا خليه يصنفو عليه خليه يبات. من هذوك هما اللي على جال هذوك اللي نوضوا ونمشيو. دونك هذا باش نقول باللي كان جهاز الامن هو اللي يسير الملف الفلسطيني. دونك كي يروح لهم مقري ويقول لهم انا رايح نشوف اللي دخلوا الجزائر، احنا اتصلنا بهم ومع على كل حال كان دار معنا كونتاكت، والجهاز الاسلامي دخلوا خلسه، دخلوا باتوا في راليتي تصيدوا جبناهم قالوا علاش جاي ما تخبرش وبتاع منا ومدخلين وجهه اخرى. حتى معنا الجهاز الاسلامي بصح خبر ودخلوا ارواح تطلب وتدخل.
الو كي عاد سي مقري يعرض على مخابرات وسطوا بينهم وبين اسماعيل هنية، الخبر وصل عند البوليسية بن شيخ. بن شيخ خبر تبون، وتبون ما يحبش يسمع بحكاية تاع اسماعيل هنية ولا حماس. وعلاش؟ لأنه اسماعيل هنية غادي تكبر على تبون من الضربة تاع اللي يحب تبون زعما يلم الشمل. اسماعيل هنية حب يحضر القمة العربية كيف محمود عباس، يكون في مستوى محمود عباس، لأنه بالنسبة لي محمود عباس حاكم رام الله هو حاكم غصر. طبعا ما كانلوش ما كان باغي راح زاف على تبون حتى ما كيعيطوا له، ما عادش يرد عليهم. لا هذه تبون دونك دار اون كروا على جماعة الناس، وباش يمنع مقري من اللقاء مع اسماعيل هنية أعطى أمر بمنع مقري من المغادرة، مغادرة التراب الوطني. هاو مقري ما على بالوش بلي جاية من فوق خلاص، كيما خرج عن بالو كتافو سخونين راح ناصر الجن القتال ذباح ويروح يخمخمس معاه مقري، حط يده في يد واحد قتل الجزائريين بالعشرات ان لم اقل بالمئات، ويحب يتوسل له ويخدم له، وما قدروش يخرجوه من المطار لانه جات تعليمات من فوق. 48 ساعه يجري في الوقت اللي هما مطردينه من المطار، الخليفه ديالو على راس حركه حمص كان عند تبون. شوف يعني وما يديروش ولا بيان تضامن مع رئيسهم السابق. شوف النذاله والرخص والجبن تتجلى، ماشي نصب فيهم، انا نشوف ان كوستا نقول ها هو الواقع. هاي حركه حمص رئيسهم مدة 10 سنين يمنع من مغادره التراب الوطني ويهان في المطار، ما يديروش حتى كلمه ما كانش تاع مسانده وتضامن. وهو مع اللي حاب يلعب حط كذا اوب عاد ضرب النحك، يسمع باللي راهي جاتو من الفوق ما زالش تتكلم. اذا احنا نقول لكم نظن باللي هكذا انتهى المسلسل، بقات في حلقه الرابعه. واش الحلقه الرابعه؟ من نفس المصدر من مديريه الامن الوطني انه جماعه البوليسيه يحضروا في ملف ضد مقري، وكي يحضروا شوف يا تكون بيض كي الحليب، نعرفها انا بيض كي الحليب خوك. عياو شباب ما قدروش صح ضربوا ضرب ما قدروش، حبوا يلعبوا هذه قانون ما قدروش، نهار واحد يحطوني في الحبس وكان صابوا راهم يديروا المقري يوجدوا له في ملف باش يدكوه في الحبس. اي نعم يجي بابا راسي مقري ما نتمنالوش هذا، ولكن هو اللي يوصل، هو اللي راه يوصل في روحه. حاب يخرج ضدي انا كي نهار كنا وزعما يتكلم ويسب، انا حر طليق، انا ما يقدروش يديروا لي منع من مغادره التراب. كي داروها لي وريت لهم الزنباع وين ينباع كما نقولوا عندنا في الجزائر. سمعت انت؟ لا انت رحت تمسكن في الكازيرنات وقال عاونوني نخرج وقالوا لك الله غالب. على بالك بلي هاد الجماعه هادو كي تكون دابا تخلط اوب يخليك تطيح، ما يحوسش عليك. فوالا دونك
نقولوا ربي يقوي شيطانهم في بعضهم ياكلوا بعضهم. نعم نقولوا ياكلوا بعضهم. فوالا، لأنه حنا اللي يهمنا هو الشعب الجزائري اللي يهم.